عليكم. حقيقة كانت مقابلة صعيبة مع فريق اللي راهو دون اون ماتش دو بروغريسيون اللي تري امبورطونت. سيرتو ربح المقابلة الأخيرة اللي خلاته كما يقول لك تري موتيفي. ما نخفالكش باللي درسنا مليح الخصم. غلقنا له كل منافذ. كنا على بالنا باللي عنده لو كوتي دروا اميور، صراويه وبنويس مقوه من ناحيه كما يقول لك سو لو كوتي دروا. غلقنا له المنافذ. الملعب حقيقه ما كانش اليوم صالح للعب. غيرنا من طريقه اللعب تاعنا. احنا كنا نلعبوا صغير، درنا ان بلوك ميديوم ورحنا عن طريق كما يقول لك لي ترانزيسيون اوفونسيف رابيد. الحمد لله نجحت، خاصه في الشوط الاول وين قدرنا نسجلوا 3 اهداف. الشوط الثاني طلبنا من اللاعبين باش نسيروا شويه المقابله، خاصه من الناحيه البدنيه. الحمد لله سيرناها كما يلزم الحال. خرجنا بعض اللاعبين باش نعطيو لهم اكثر راحه. ما يخفيكمش عندنا مقابله صعيبه نهار السبت مع فريق بشار. فريق الخصم قدر يسجل علينا الهدف، وكان هدف كما يقول لك مستحق. الحمد لله فوز ثمين. ماهوش من السهل باش تربح فريق صعيده اللي قلت لكم باللي راهو دون اون مارش دو بروغريسيون اللي تري امبورطونت. الحمد لله هذا الفوز اللي يخلينا ب 34 نقطه. ب 34 نقطه مازالنا زوج نقاط باش نحققوا الهدف المنشود الاول، هو ضمان البقاء. كاين حاجه اللي لازم نوجهوا بها الاستقبال الحار سواء من طرف الاداره ولا من طرف الجمهور. ماهوش من السهل جمهور كما يقول لك سعيدي باش يصفق على بعض العروض الكرويه. نشكرهم من هذا المنبر. هذه هي تقاليد كره القدم، تقاليد الفرق الكبرى كفريق فريق سعيده. شيء اللي حبيت ننوه عليه على العمل الكبير اللي راهو يقوم به المحضر البدني حسن نوق، اللي اليوم على ما اظن اللي صنع الفارق. كل الطاقم الفني بقياده عثمان والمدرب الحراس، الطاقم الطبي، الطاقم الاداري. ان شاء الله القادم افضل باذن الله. اليوم ما عطينا لهمش وقت كافي. الحمد لله بن صافي ولا بوزيانا بالوقت ان شاء الله راح يكون اكثر وقت ان شاء الله. المستقدم سواء بوزيان نعرفوه ولا بن صافي نعرفوه، لاعبين لا باس بهم، لاعبين اللي عندهم مستوى اكثر من الجيد. ان شاء الله راح يفيدونا. اما اليوم المردود تاعهم كان جيد المردود تاعهم. ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله راح يكون عندهم اكثر وقت، وبمرور الوقت راح يلحقوا المستوى المنشود تاعهم. من بعض اللاعبين اللي والله سيبلي ان شاء الله، كاين 2 ولا 3 اسماوات ان شاء الله في الايام المقبله ان شاء الله راح يكون جديد وراح يكون تدعيم ان شاء الله. الانصار كما يقول لك هذا الفوز نهديه لهم ان شاء الله. راح نعملوا كل شيء باش ان شاء الله راح تكون عندنا مقابله قويه مع فريق بشار. رغم الظروف الصعبه اللي عشناها، ولكن الانصار كانوا كل يوم واقفين مع هذا الفريق. بفضل انصار الفريق اللي رانا في هذه المرتبه. كل الشكر لانصار الاتحاد الحراش الوفي، وان شاء الله ما نخيبوهمش في المقابلات المقبله ان شاء الله.